ولتكملة خطة محاسبة محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي الورقة الرابحة للضغط على محمود الخطيب. قبل ما ابدأ الحلقة لازم واجباري عليا ان انا اشكر كل الناس اللي اتفاعلت على اخر فيديوهين نزلتهم هنا في الصفحة. انا مش هشكرهم على اللايكات بس، لا، انا شكر ليهم اكبر من قصة اللايكات واكبر من قصة انهم عملوا شير. قبل ما انزل الحلقتين الاخرى طلعت واتكلمت وقلت اتمنى ان كل الناس اللي متابعه الصفحه تعمل تفاعل على الفيديو، ودي كانت المفاجأة بالنسبة لي. شفت ارقام في التفاعل على الفيديوهات بتاعتي بصراحة شجعتني ان انا اكون متمسك لدفاعي عن نادي الزمالك، وانتوا الداعم ليا في دفاعي عن نادي الزمالك. اشكركم مرة تانية. ندخل بقى في موضوع حلقة النهاردة، محمود الخطيب ومحاسبة محمود الخطيب وانهيار مجلس محمود الخطيب والورقة اللي بينضغط بيها على محمود الخطيب في الوقت الحالي، الا وهو وسام ابو علي. الحلقة اللي فاتت واللي قبل اللي فاتت اتكلمت ان هم بدأوا يظهروا العين الحمراء لمحمود الخطيب بكابتن مصطفى يونس، وان احمد شوبير ما بيردش عليه بتلقيح نسوان ولا عامل نفسه من بينها زي ما بيعمل في العادي. بدأ يرد عليه رد رسمي. تعالى يا كابتن مصطفى قدم الاوراق اللي عندك للنائب العام، لو مفيش اوراق عندك وما يثبت ادانتك للنادي الاهلي فاحنا هنرفع عليك قضية، لان احمد شوبير في الوقت ده ماسك العصاية من النص. لو كابتن محمود الخطيب حصل فيه زي ما حصل مع حسن حمدي والقبض عليه، فاحمد شوبير هيطلع يقول لك انا اول واحد كنت بنادي لتحقيق العدالة، انا اول واحد بخاف على مصلحة النادي الاهلي. لو حصل في الامور امور وتصالحوا مع محمود الخطيب بعد مشكلة وسام ابو علي، ودي الورقة اللي هنتكلم عليها النهاردة، احمد شوبير هيطلع يقول لك النادي الاهلي نادي قيم ومبادئ واخلاق. اشمعنى وسام ابو علي اللي بيضغطوا بمحمود الخطيب عليه؟ لانه ده اكبر رقم دخل النادي الاهلي على ارض الواقع. اكبر رقم دخل للنادي الاهلي هو وسام ابو علي. افضل كواليتي في النادي الاهلي بعد امام عاشور هو وسام ابو علي. فاحنا دعمناك باموال كتير، وانت عملت لنا البحر طحينه بكاس العالم للانديه، هتشارك في كاس العالم للانديه وهتجيب الديب من ديله. فين الديب؟ ما ظهرش. فين ديله؟ ما ظهرش. طب بالنسبه للي هيدفع لك فلوس بعد كده وانت طلعت مش قد كلامك، ما نفذتش الوعود اللي خلتنا ندفعوا الفلوس دي ونشغلوا الفلوس دي في النادي الاهلي مقابل الربح والعائد اللي هيدخل لنا من الفلوس دي مفيش. فخلاص اتصرف بقى في موضوع وسام ابو علي. اعلى لاعب في النادي الاهلي يجيله عرض النادي الاهلي ما يقدرش عليه، اللي هي صدفة يعني 10 مليون دولار و8 مليون دولار النادي الاهلي عمره ما يدفعهم في لاعب، وجاي في اللاعب وسام ابو علي الرقم ده. ليه؟ تعجيز لمحمود الخطيب. ورينا بقى يا كابتن محمود انت جبت فلوسك منين؟ داخل علينا تقول لنا عقد احمد سيد زيزو 5 مليون جنيه. طب تعالى بقى ورينا جبت ال5 مليون جنيه ازاي؟ جبت فلوس الاستاد ازاي؟ جبت فلوس رحلة امريكا ازاي؟ وتعالى نتحاسب قانوني. هنا بقى كابتن محمود الخطيب هل هيقدم اوراق رسمية مثبتة في الحكومة المصرية بان هو عنده مصدر دخل شرعي للنادي الاهلي يسمح له ان هو يدفع راتب لمديرين فنيين في وقت واحد، واحد اقلوه والتاني ماسك الفريق في الوقت الحالي؟ هل النادي الاهلي عنده اوراق رسمية مثبتة في الحكومة المصرية انه بيدفع فلوس اللعيبة والصفقات اللي هو جابها من مصادر معلومة في النادي الاهلي؟ هيبان الفترة اللي جاية لو في محمود الخطيب مكمل في النادي الاهلي والدنيا جميلة وزي الفل. مفيش، وطبعا هنشوف تلقيح من جميع الجهات الفترة اللي جاية. يبقى كابتن محمود الخطيب ننتظره بكفالة زي كابتن حسن حمدي الرئيس التاريخي للنادي الاهلي. لايك وشير، واللي مش عامل متابعة للصفحة اتمنى اشوفكم في الفيديوهات اللي جاية.